اهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. الفيديو ده انا عامله علشان اناقش الصفقة الربح بتاعه النهاردة. اولا طبعا اشكر ربنا على الربح لان هو مصدر الحكمة اللي ورا دون، وهو مصدر الربح. الفيديو ده آه، عامله علشان اناقش الصفقة بتاعه النهاردة 9/2 2026، وده نتيجة تحليلات النهاردة اللي أنا بعتها لحضراتكم على الجروبات. خلينا نبدأ مع بعض ونمشي خطوة بخطوة علشان حضراتكم تكونوا بتشوفوا الموضوع. خليني أبدأ بدي. ده التحليل اللي أنا شاركته مع حضراتكم الصبح النهاردة، وساعتها كنت اتكلمت عن الليفلات دي بالظبط في المؤشر العالمي بتاع الفيتسي 100. هي الصفقة كانت على المؤشر دون. فدي هتلاقوها بالظبط موجودة في الفيديو بتاع الصبح بتاع 9/2/2026 لو عايزين ترجعوا لها. وقلت إن ده هو الحد الأعلى. هو هو دون. وساعتها اتكلمت عن ان ده الحد الوسطي وده الحد السفلي للفيتسي 100. وساعتها قلت ان دي مستوى دعم قوي جدا للسعر وعنده بينعكس السعر. طيب، وقلت نقطة مهمة جدا في الفيديو. قلت مهم جدا نتأكد من اتجاه السعري مع المتوسطات السعرية. ساعتها قلت ان في 3 متوسطات EMA محطوطه: الازرق والاحمر والاخضر. طبعا كل ده حضرتك بتتعلمه معايا في كورس المنتور تريدر. لو انت حبيت انك تتعلم التفاصيل ازاي تحط المؤشرات دي، ازاي تمشي خطوه بخطوه، كل ده بعلمه لحضراتكم في الكورس. فاللي حابب يا ريت يتواصل معايا، عشان طبعا مش هعرف اكون بقول كل التفاصيل دي في الفيديو اللي بعمله. لكن خلينا نكمل مع بعض. ده كان التحليل الصبح. حلو قوي. بعد كده اللي حصل ادي الصفقة اللي دخلتها. دخلت زي ما قلت لحضراتكم مع الاتجاه السعري اللي ابتدى ينشأ هنا اهو كده، وبدعم ال3 متوسطات السعرية اللي هي الاي ام ايز 3. سعر بيأكد لي هبوط. طبعا ما بين قوسين السوق وارد انه يحترم هذا التحليل ووارد ينعكس عليا. عشان كده بنتعلم مع بعض في الكورس يعني ايه إدارة رأس المال، يعني ايه إدارة المخاطر، يعني ايه عقلية المتداول. فبس خليني أكمل. فساعتها دخلت صفقتي من هنا من راس السهم دوت بيع، وقفلت هنا اهو. وده كده كان المكسب بتاعي، بشكر ربنا عليه. خلينا بقى دلوقتي ندخل خطوة بخطوة في الصفقة عشان أدخل more into details، تفاصيل أكتر مع حضراتكم. دي كده تعتبر بداية الصفقة. تمام. زي ما انتم شايفين على الفيتسي اهو، على الفيتسي 100. واللي حصل اني لقيت الاتجاه السعري زي ما احنا قلنا مهم قوي. الاتجاه السعري ابتدى ينعكس. كان الاتجاه السعري هنا صاعد، بعد كده شوية عرضي، بعد كده ابتدى يهبط زي ما انتم شايفين. وادي المؤشرات او المتوسطات السعرية طبعا كانت واضحة في الصورة اللي قبل كده بتأكد لي الهبوط. انتظرت حتى الإغلاق، بعد كده الشمعة التي تليها، وقمت داخل هنا اهو. دخلت صفقتي هنا اهو زي ما انتم شايفين، وحطيت جني الأرباح
بتاعي بالاسفل. طبعا في الاول كنت حاطط وقف خسارتي فوق زي ما انتم شايفين كده، وقف خسارتي فوق. طبعا مناطق وضع الخساره ومناطق جني الارباح كل ده بتتعلموه بالتفصيل في الكورس، بس عشان ما اطولش على حضراتكم خليني اكمل معاكم. دي كانت اول خطوه، وزي ما قلت انا عايز امشي معاكم خطوه بخطوه في الموضوع. الخطوه اللي بعديها زي ما انتم شايفين كده السعر ابتدى يتحرك ويكمل هبوط في نفس الاتجاه اللي انا محلله. فابتديت اعمل ايه؟ اتحركت وحركت وقف خسارتي من الحيز ده زي ما انتم شفتوا الى الحيز ده. ابتديت احرك وقف الخساره بتاعتي واقلل نسبه المخاطره. حلو. بعد كده عملت ايه؟ اتحركت تاني. اتحرك تاني السعر في الاتجاه بتاعي، ابتدى ينزل اكتر، ابتدى ينزل اكتر زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. ابتدى يتحرك في اتجاهي تاني اهو، ابتدى ينزل اكتر، اتحرك في اتجاهي اكتر. انا ماشيها مع حضراتكم خطوة بخطوة وهكذا. آه، وزي ما انتم شايفين تكون السعري هنا بيأكد لي اهو قدام حضراتكم. خليني اوضحه لكم. التكون السعري بتاع الشمعات دي ابتدى يوضح لي انه في رفض بيحصل في السعر. شايفين الديول دي بتقول ان في رفض بيحصل في السعر، فده خلاني انه، وهنا دي بقى الحاجة التانية اللي احنا بنتعلمها مع بعض، انه أأمن نفسي. ابتديت افكر انه طب ثانية واحدة، انا عايز أأمن نفسي اكتر. عشان كده هنا خلاص اهو زي ما انتم شايفين كل ده بيقول لي ان في احتماليه لانعكاس السعر. الديول السعريه دي بتاكد لي ان وارد جدا يحصل انعكاس في السعر. فبالتالي ابتديت اتحرك هنا زي ما انتم شايفين كده. حركت وقف الخساره بتاعتي، بدل في الاول كان هنا، ثم ابتديت انزله انزله انزله. كل ده قمت حاطط وقف خسارتي هنا، وبكده حجزت كل الربح ده. ولسه الصفقة شغالة وانا شايف ايه؟ شايف ديول سعرية بتتكون هنا بتقول لي احتمالية انعكاس السعر كبيرة جدا. فبالتالي قمت حاطط وقف خسارتي هنا. جميل جدا. وبعد كده اللقطة بتاعتي اللي هي الأخيرة، اشكر ربنا فعلا حصل انعكاس للسعر. بس لما حصل انعكاس في السعر انا كسبت الجزء دون الاخير اللي هو هنا اهو بوزيشن بروتكشن تريجرد. حصل وقف خسارة بس قفل عليا بالمكسب اللي انا اتحركته. وبكده ده كانت الصفقة بتاعت النهاردة. اتعلمنا فيها ازاي احمي نفسي واتحرك خطوة بخطوة لغاية لما اوصل للمكسب. شكرا لحضراتكم، بتمنى ليكم كل توفيق.